انا اقول لك على مستوى عداله المنافسه هنا في فرق. لا يعني لابد ان احنا اليوم نبحث عن عداله المنافسه على مستوى الدوري، على مستوى الصفقات، على مستوى اشياء كثيره، يعني عشان انت ترتقي بمستوى دوري متابع اليوم في كل مكان، وهذا الشيء هذا اللي نطمح له. عداله منافسه اللي مرتبطه في اللعب المالي النظيف. صحيح، في اللعب المالي النظيف، هذا اللي انا اقصده، هذا هو موضوع في اللعب المالي النظيف. هي عشان تسوي لك عداله منافسه سواء لكل الانديه، حتى الانديه اللي تحت المتوسط. انا ما اتكلم عن نادي بعين، انا اتكلم عن دوري متابع، دوري اليوم قاعد وزاره الرياضه تتعب عليه بشكل كبير. لابد ان يصير فيه انظمه عشان انت تصير في عداله منافسه. طيب احمد لو انت تعمل في الهلال وفرصه كريم بنزيما متاحه انك تستقطبه، طيب هل تقول لا والله انا بنتظر عداله المنافسه؟ لا انا يا ابو احمد انا ما اتكلم عن الهلال، انا ما اتكلم عن الهلال، انا اتكلم عن الرابطه. انا اتكلم عن الرابطه عشان انت اليوم الاشكاليه في اخر نص ساعه، الرابطه لابد تنشئ اللعب المالي النظيف. اذا انت طبقته يعني يا الرابطه، يعني اللعب النظيف يكون فقط في هذه الفترة الشتوية. لا، من أنا أتكلم من أول أبو أحمد، أنا أتكلم من سنتين. أوكي. طيب أنا أتكلم من سنتين، ما أتكلم من اليوم، من أول ما أنشأت أنت المشروع، أتكلم من سنتين. أنت وش سؤال أبو أحمد؟ أنا أتفق معاك إنه مفترض كل الأندية تظهر ميزانياتها في كل موسم. حتى موضوع ما شفناه، حتى موضوع الاتحاد في نص ساعة يتعاقد لي مع 4 لاعبين في خلال شهر مفروض يكون. وين الإشكالية؟ وين الموضوع؟ نبغى نعرف الموضوع بالضبط. دكتور بس انا بسأل سؤال. دحين يمكن الدوري، يمكن الجماهير السعوديه كلها اليوم الغير الهلاليه كانت تبغى الاهلي يفوز، عشان يقول لك من زمان احنا ما شفنا الدوري في هذه المنافسه. لكن الان والله اعطاك والله حقيقي كل اتحدى احد غير هلالي اليوم كان يبغى الاهلي. اعطيها مره ثانيه. في احد لا حقنا شو اسمه، ما في احد كان يشجع الهلال اليوم الا الهلاليين، مستحيل. ما في احد. النصراوي يبغى الاهلي، الاتحادي يبغى الاهلي. طيب المتصدر دائما الناس ضده. ايوه هذه قاعده. لا بس هذه قاعده. يوم النصر متصدر كل الفرق ضده. اتكلم ابو الوليد حتى اللي يتابع الدوري، كل الفرق المنافسه تتمنى انها تكون اقرب للمنافسه، وبالتاكيد طبعا اكيد كان يشجع الاهلي، هذا طبيعي. تتمنى ولو فاز الاهلي يا ابو الوليد كان شوف المنافسه كيف حتكون. انا اقول لك دحين انا اتكلم مع احمد، المبدا اللي احمد قاعد يتكلم عليه صحيح. الهلال ممكن مع الصفقات هذه حيروح، حيفرق، حيكون في جاب بينه وبين الفرق الاخرى.